العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هحكي لكم المثل بيقول إيه؟ هو علم ولا حلم؟ حكاية الست إحسان وفتحية. الست إحسان دي ست غنية وعندها بيوت كتير، بس ست بخيلة ومعندهاش إلا بنت واحدة. البنت هي قاعدة ببلد وبنتها متجوزة وقاعدة ببلد تانية. وكان من ضمن البيوت اللي هي بتمتلكها الست إحسان بيت ساكنة فيه فتحية جوزها ميت وعندها 4 عيال، وكانت ساكنة في أوضة في البدروم. فقالت لها الست إحسان تعالي يا فتحية اخدميني واطبخي وامسحي وكنسي وقضيلي الحاجة. فكانت فتحية ما تقدرش تقول لها لا، لحسن تمشيها من الأوضة اللي هي في البدروم اللي قاعدة فيها، وهي ما بتاخدش منها إيجار. فكانت كل يوم تروح تخدمها، وكانت تقول لها هات الخضار مش من السوق اللي جنبنا، من السوق البعيد رخيص شوية، اللي جنبنا غالي. وكانت تلضم اللحمة في خيط وتعقدها زي دايرة كده، عشان فتحية ما تسوي الأكل ما تاخدش حتة لحمة. وكانت وقت ما تيجي الغدا تقول لها روحي اتغدي مع عيالك، وما كانش تديها حاجة، نظير ان هي مقعدها في الأوضة وما بتاخدش إيجارها. قعدت تخدمها 10 سنين، والست دي ما بتجسش عليها بحاجة خالص. ماتت، جت الست إحسان دي ماتت وبعتوا لبنتها. جت بنتها وقالت لها خدي كل العفش بتاع أمي ده ليكي. وفوجئوا إن الست إحسان كاتبة البيت اللي قاعدة فيه فتحية وعيالها في البدرون باسم فتحية. وبقت فتحية مش مصدقة ده علم ده ولا حلم. وعيالها يقولوا لها ياما احنا بقينا في شيء واصبحنا في شيء تاني، والناس ما بقتش مصدقة. بقت ايه، بدل ما كانت هي فتحية والناس يقولوا لها يا فتحية، بقى يقولوا لها ست فتحية صاحبة البيت. وطلعت في شقة من شقق البيت وفرشتها بالعفش اللي اديتهولها بنت الست إحسان. والناس بقى مستعجبين يقولوا ده علم ولا حلم؟ ده كانت في شيء وأصبحت في شيء تاني. ويا ولاد مش بعيد على ربنا آخرة صبرنا، ربنا يكافئنا ويدينا عطايا ومنح ربانية. يا مكان بيوت قديمة سعرها رخيص جدا أيام ما اشتروها أهلها، وأصبحت دلوقتي تجيب ملايين، ولا قيراطين أرض ولا ربع فدان بقى يجيب 2 مليون و3 مليون. أكتر من إن هم حلمهم كانوا بيدعوا ربنا إن يوسع عليهم، بس ما كانوش متوقعين إن هم هيجيلهم الملايين ديت. كانوا بيطلبوا على قد قدرهم، لكن ربنا اداهم على قد قدره. عطايا ربنا على الصبر، وان انت بتراعي ربنا في كل حاجة وبتصبر على السراء والضراء صابر، ربنا بيكافئك وبيديك منح فوق الخيال. والناس تقول هو علم ولا حلم؟ حتى أصحاب الشيء اللي هو ربنا اداهم يقولوا هو علم ولا حلم، ويتحول حياتهم من حال لحال، من شيء لشيء. ده قدر ربنا للناس اللي بتصبر، بيديها منح وعطايا من عنده. هم بيطلبوا على قد قدرهم، لكن ربنا بيديهم على قد قدره. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وأتمنى تزورونا في قناتنا التانية حكاوي خالتي تونة، وقناة الطبخ مي اسماعيل شنب،
وهسيب لكم الرابط أسفل الفيديو. وتمسوا بالخير يا حبيبي.